السلام عليكم واهلا بكم. عندنا النهارده خبر مهم بيتكلم عن وصول مصيدة قلب المفاعل النووي بالضبعة، واللي بينقلنا من مرحلة الانشاءات لمرحلة التركيب عشان نمتلك اول مفاعل نووي ونحول مصر لقوة اقليمية نووية في مجال الطاقة، واللي بيحولها بعد كده لواحدة من اهم الدول المصدرة للطاقة في العالم. تعالوا نشوف النهارده ايه هي اخر تطورات المحطة النووية بالضبعة، وايه هي اهمية وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل، وايه علاقة المحطة النووية بمشروع النهر الصناعي بالدلتا الجديدة، وازاي ممكن نضيف لمصر موارد مائية جديدة ممكن نستخدمها في زراعة الصحراء الغربية. هنعرف كل ده واكتر، تابعونا. زي ما حضراتكم عارفين كل فترة بنشوف اخر التطورات الانشائية في المحطة النووية بالضبعة. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في المشروع من اول عمليات انشاء البنية التحتية لاول مفاعل لحد وصول وتركيب معدات اول مفاعل نووي. التطورات الانشائية في المشروع حصلت كالتالي: هيئة المحطات النووية قدمت طلبات لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 2021 عشان نبدأ في إنشاء الوحدات. بعد كده الطلبات اتقبلت وبدأنا بالفعل في تنفيذ أساسات المباني الخدمية للمفاعل الأول، وبنفس الوقت بعتنا وفد مصر رفيع المستوى من هيئة المحطات النووية عشان يتابع عملية تصنيع القطع الوسيطة لجسم المفاعل الخاص بالوحدة الأولى. بعدها مباشرة في شهر يوليو اللي فات بدأنا أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة، واللي نفذ الكلام ده شركات مصرية تحت إشراف هيئة المحطات النووية المصرية المالك للمشروع، واللي هتديره وتشغله بالكامل. بعد كده دخل معانا تحالف ثالث وهي أكبر شركة للطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية عشان تورد لنا المعدات الخاصة بالتوربينات اللي هتشتغل بالمحطة. قيمة الصفقة دي بس 2.25 مليار دولار عشان يبقى عندنا تحالف مصري روسي كوري كله شغال في نفس المشروع في نفس الوقت. بعد ما خلصنا أعمال الإنشاءات والصبة الخرسانية للمفاعل وصلنا بعد كده للمرحلة المهمة وهي التجهيز لمرحلة استقبال الأجزاء الصناعية من المفاعل وتركيبها. من أيام أعلنت هيئة المحطات النووية المصرية تشغيل الرصيف البحري لاستقبال معدات أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة، وأعلنت جاهزية رصيف الضبعة لاستقبال المعدة بعد استيفاء هيئة المحطات النووية المصرية كل متطلبات التشغيل للرصيف البحري. وده عبارة عن رصيف بحري تم إنشاؤه بالضبعة لأن عملية وصول المعدات التقيلة لمنى الدخيلة أو اسكندرية كان موضوع صعب وهياخد وقت طويل جدا، عشان كده تم إنشاء الرصيف البحري اللي بيخدم مشروعات مصر في البنية التحتية النووية، واللي بيسهل بشكل كبير وصول المعدات اللي جاية من روسيا لمحطة الطاقة النووية بالضبعة. نيجي بعد كده للخبر المهم وهو إعلان شركة روساتوم الروسية عن بدء إبحار السفينة اللي بتحمل مصيدة قلب المفاعل النووي لمحطة الضبعة النووية. عايزين نعرف الأول يعني إيه مصيدة قلب المفاعل، إيه أهميتها وإيه دلالة الخبر ده. مصيدة قلب المفاعل عبارة عن حلة من الصلب بيبلغ ارتفاعها حوالي 6 متر بقطر حوالي 6 متر، وبيبلغ وزنها 169 طن، وبتعد جزء أساسي ومهم جدا في المفاعل النووي بيتم وضعها أسفل حلة ضغط المفاعل في كل وحدة من الوحدات النووية الأربعة، وبيكون دورها هو تأمين المفاعل في حالات الحوادث الشديدة زي انصهار قلب المفاعل. وقتها بتقوم مصيدة قلب المفاعل بالتقاط المواد المنصهرة واللي بتحمل مواد مشعة بدرجة حرارة 2000 درجة مئوية عشان تمنع وصولها لجوف الأرض، وبالتالي بتمنع حدوث أي تسريب إشعاعي أو تلوث إشعاعي خطير، يعني دورها مهم جدا. فموضوع إننا بنستقبل أول قطعة صناعية تقيلة جاية من روسيا عشان نركبها في المفاعل، بالرغم إن 65% من المشروعات الكبرى حول العالم متعطلة بسبب أحداث الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا، ده مؤشر كويس جدا وليه دلالة إن شركة روساتوم والحكومة الروسية ملتزمة باستمرار العمل في المحطة النووية بالضبعة، وده بالرغم من العملية العسكرية القائمة حاليا. نيجي بعد كده للسؤال المهم: ايه علاقة محطة الضبعة النووية بمشروع الدلتا الجديدة والنهر الصناعي؟ زي ما حضراتكم عارفين مصر بتنفذ حاليا مشروع زراعي ضخم على مساحة 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة، تحديدا غرب الدلتا القديمة وبالقرب من الضبعة. وزي ما قلنا قبل كده المشروع بيحتوي على نهر صناعي شمالي بياخد ميته من فرع رشيد، تحديدا المصارف المائية المعاد استخدامها في عملية الري، وبيوديها لمسافة 170 كيلومتر لحد محطة المعالجة في الحمام. لما نيجي نشوف الخريطة هنلاقي المسافة بين محطة الضبعة والنهر الصناعي الشمالي بمشروع الدلتا الجديدة حوالي 100 كيلومتر تقريبا. دي المسافة بين أقرب نقطتين، فممكن بعد تشغيل المحطة النووية بكامل طاقتها نستفيد من مية البحر المحلاة اللي بتستخدم في عملية التبريد وبينتج عنها مية عذبة نقدر نستغلها بعد كده ونربطها بأقرب نقطة مع النهر الصناعي أو نعمل لها مسار مباشر لأرض المشروع، وبكده نضيف مصدر مية جديد لمشروع الدلتا الجديدة بيضاف لمية النيل والمية الجوفية، ويبقى عندنا مصدر مية ثالث نقدر من خلاله نتوسع بشكل أسرع في استصلاح الأراضي بالدلتا الجديدة. عشان كده بنقول مشروع المحطة النووية مشروع قومي مهم جدا. طيب هل فوائد المشروع بتقتصر على تحلية المية بس؟ لا طبعا. محطة الضبعة هتضيف لمصر قدرات عظيمة جدا بأشياء كتير. أولا هتضيف لمصر قدرات عظيمة في قطاع الطاقة بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات، اللي هتكون الكهرباء المنتجة من 4 مفاعلات بقدرة إنتاج 1200 ميجا وات لكل مفاعل.
وزي ما قلنا قبل كده مصر حاليا عندها فائض بالكهرباء، وبتعمل مشاريع ربط كهربائي مهمة في 4 اتجاهات. في الاتجاه الشرقي في ربط مع الأردن، وبيتعمل ربط مع السعودية. في الاتجاه الغربي في ربط مع ليبيا، وفي الجنوب في ربط مع السودان، وشمالا في ربط كهربائي مقرر انه يتعمل بين مصر واليونان. فلما نبدأ نشغل المحطة النووية ونصدر كل الفائض من الكهرباء، ده هيكون ليه فوائد اقتصادية عظيمة جدا، خصوصا ان الطلب على الطاقة أصبح متزايد بسبب الأحداث الجارية. وبنفس الوقت مصر هتنتج طاقة نظيفة بعيدا عن موضوع التلوث والاحتباس الحراري اللي بينتج من توليد الكهرباء باستخدام الوقود الإحفوري. وكمان نقدر نوفر استهلاك الغاز، وبدل ما نستخدمه في إنتاج الكهرباء نقدر نصدره ونستفيد من ارتفاع سعره عالميا. مش بس كده، من خلال محطة الضبعة هنوطن الصناعات النووية، واللي هتعمل نقلة كبيرة جدا في قطاع الصناعة المصرية، لأن المحطة النووية مش هتكون مجرد مكان بيولد الطاقة، دي هتكون عبارة عن منظومة مصانع متكاملة بتنتج مكونات نووية ومكونات غير نووية بتخدم المشروع، وبتكون بمواصفات وجودة عالية. والمصانع دي هتتعمل في مصر عشان تنتج المكون المحلي بنسبة 25% كبداية، وبعدها بتزيد نسبة التصنيع المحلي للمكون تدريجيا. وبالتالي مصر هيكون عندها بعد كده قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، وهتمتلك تكنولوجيا الصناعة النووية لأول مرة. كمان ما ننساش ان الطاقة النووية لها دور مهم جدا عسكريا، ومصر من الدول اللي عندها طموح امتلاك حاملات طائرات حديثة وغواصات استراتيجية، وكل دي أسلحة بتعمل بالطاقة النووية. فموضوع امتلاك تكنولوجيا الصناعات النووية أكيد هيفيد مصر مستقبلا في المجال العسكري. خلاصة الموضوع، محطة الضبعة خطوة عظيمة ومشروع مهم جدا هينقل مصر نقلة كبيرة. بالنسبة لموعد تشغيل المحطة، من المقرر ان اول مفاعل من الاربعه هيشتغل سنه 2027، هيليه ب6 شهور تشغيل المفاعل التالي. الطاقه النوويه او تعدد مصادر الطاقه او تنوع مصادر الطاقه ضروره. يعني ما نقدرش نقول ان احنا هنعمل محطات طاقه تقليديه من الفحم فقط او من الغاز فقط، لا احنا محتاجين يبقى عندنا تنوع في مصادر الطاقه بتاعتنا، بغض النظر عن التكلفه الماليه اللي بتنتج عنها. يعني الطاقه النوويه بتتكلف في الأول كتير، لكن هي تعتبر أرخص مصدر للطاقة على المدى البعيد. احنا بنتكلم على محطة من 4 مفاعلات. المحطة ديت من الجيل الثالث لأقصى ما وصل إليه العلم في هذا المجال. بنتكلم على دراسات متعمقة وضمانات حقيقية أثناء التنفيذ وأثناء التشغيل اعتبارات البيئة والأمن. خليني أقول لكم باختصار شديد، احنا بنتكلم على محطة نووية تستطيع طبقا للمعايير العالمية أن تتحمل لا قدر الله طبعا اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر في الثانية. أنا بتقدم لفريق العمل اللي اشتغل ليل ونهار على مدار سنة، سواء كان من الجانب الروسي أو من الجانب المصري، بتوجه لهم بالشكر والتقدير والتحية، لأن ده أسرع عقد يمكن في تاريخ مثل هذه المشروعات.